السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة فيديو جديد وروتين جديد، ويا رب تكونوا كلكم بخير وربنا يوسع على الجميع. النهاردة في حاجة مهمة جدا هتحصل في البيت ولازم نصحى كلنا نستقبلها ونصحى كلنا نرحب بيها. فصحيت كده من النوم قلت لازم انا يعني الحمام كده كان عايز شوية تنظيف كده حلوين، وغسلت المشاية دي كنت شارياها من السجون الشرقيون. ان شاء الله اعمل لكم ريفيو عن المشايات كلها اللي انا جبتها من هناك، عروض جميله جدا جدا. تقدري تفرشي بيتك بحاجات شيك ورقيقه، وفي نفس الوقت اسعارها حلوه قوي. بس اهم حاجه تتابعي العروض اللي بتنزل والتخفيضات، في حاجات بيبقى فيها ديفوهات بسيطه كده بتقدري تاخديها وتظبطيها وبتبقى حلوه جدا وموفره معاكي جدا عن لو اشتريتي من بره. المشايه دي بره تعمل لها 200 جنيه ولا حاجه، انا جايباها ب 60 جنيه بس. النهارده إن شاء الله هنبتدي كده ننضف الحمام بتاعنا، والتنضيفة دي كده التنضيفة اللي هي كل 15 يوم. يوميا طبعا بتعملي حوض، بتعملي قاعدة، إيه الكلام ده كله. لكن كل 15 يوم تاخدي بقى الحوائط، تاخدي الأرض. وده عشان حمام الضيوف هو كل 15 يوم بس. لكن الحمام التاني طبعا بعمله كل أسبوع. خلاص كده يا بنات، كده نضفنا المشاية بتاعتنا، وهحطها كده في البانيو تتصفى على بال ما هغسل الحوض. واغسل كده الحوائط اللي عند الحوض والمرايات. هنخلي الدنيا فلة كلها ان شاء الله. فكده انا باخد معايا الخلاط والحيطان، تمام. وباخد كمان ده كده الطقم بتاع الحمام، بيبقى مكان الصابون كده فيه بواقي، فبتاخديها كده بنقعها شوية على بال ما اغسل الحوض، وهي بتنضف اوريدي لان انت ايدك فيها، فبالتالي هي بتبقى نضيفة يعني. بتطلعي بس الاتساخات البسيطة اللي هي بواقي الصابون. هشطفهم كده وهرجعهم. والنهاردة زي ما قلتلكوا روتين مميز عشان هيحصل حاجة في البيت ما بتحصلش كتير. آه فلازم نستقبل الضيفة دي وندلعها ونزغزغها وكل حاجة في الدنيا. هبتدي كده بقى، أهم حاجة بعد ما بنغسل الحمام الفوطة، بجد بتفرق جدا جدا جدا. يعني بالذات حمام الضيوف استعمال فيه قليل، فأنا بنشفه على طول وبيفضل معايا كده طول النهار وطول اليوم ناشف وجميل. وتمشي على الخلاط وتمشي على البانيو وتمشي على القعدة بالفوطة دي، وبخليها للحمام. تمام، بتفرق معاكي قوي في الشكل، غير لما بتغسلي الحاجة وبتسيبي عليها المية. لا، بتفرق جامد قوي. والحمام ده انا كنت قايله لكم على الاسعار وعلى كل حاجة، والبانيو ده صغير شوية لان مفيش حد بيستخدمه قوي يعني. بس انا ليه ما عملتش كابينة؟ انا بتخنق من الكابينة. الناس اللي قالوا لي المفروض هنا هتعملي كابينة يعني، بتخنق منها بصراحة. عندي فوبيا من الحاجات المغلقة والأسانسيرات والكلام ده كله. والورد ده بتاع اللي بيتحط تحت الحوض، انا شفت الحوض ده على الانستا يا بنات، وبيبقى محطوط تحتيه ديكور ورد كده. في ناس بتحط سلة بس شكلها مش بيبقى بيكون حلو، لا الورد شكله شيك قوي اي ورد قديم كده حطيته في الفازة دي وشكله بقى ادى للحمام روح عالية قوي يعني. باحطه تحت الحوض هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي انضف بقى. خلاص انا دعكت الارض كويس جدا. ومشكلة الحمامات المطفية دي انها ما بتنضفش بسهولة، فاستعملي جل يعني، ما تستعمليش بودر. جلات على طول وبتنضف معاكي وتلمع، يا بقى على الجمال والنظافة والروقان، مش قادرة اقول لكم. وبفوطة كده بقى وبتمشي على الحيطان عشان تبان، لاني لو سبت المية عليها ده عيب الحمامات المطفية. بس هنروح نستقبل الغالية، والغالية تبلناها من بالليل، وهي الفرخة بتاعتنا بتاعت النهاردة. تبلناها زبادي وبصل، وقاعدة في التتبيلة بقى من بالليل منورة كده في الصينية، بما انها بقتش تزورنا الا كل شهر مرة، وبعد كده هتزورنا في العيد بس. لو فضلت تغلى كده خلاص هننساها زي اللحمة. هنشوي جنبها بقى شوية بتنجان، انا ما بحبش اضربه في الكبة، انا بحبه كده يعني بريحة الحريق بتاعته. هننضفه كده بس تديله شطفة بسيطة يعني، عشان برضو القشر بتاعه لو مش عارفة تنضفيه كويس. انا بديله شطفة خفيفة جدا ويبقى زي الفل معاكي. ده البتنجان بتاعنا. انا كده دقيت توم مع قرن فلفل اخضر، دقيتهم مع بعض وبالملح طبعا، واديتهم كده ليمونية حلوة، وممكن نقطتين خل مع الثوم والفلفل وادي الطحينة بس، وكله على بعضه. واحلى طبق بابا غنوج ممكن تاكليه في حياتك، وشوية زيت على الوش.
بس هنا كده بقى يلا نروح نجهز للغالية. هنحط لها شوية فحم حلوين، ومش هنحط كتير يعني عشان الشواية دي كبيرة، هنحط بس شوية على جنب عشان ما يهدرش معاكي. هنا بقى الفحم خدت كام واحدة ولعتهم على النار، ومحمد هيقوم بالباقي بقى، هيولع لنا باقي الفحم. الجو هوا حلو فهيولع بسرعة، شايفين ولع ازاي. هنجيب بقى، ايوه هنرص بقى كده الفرخة بتاعتنا في الشواية، وهنخلي التتبيلة بتاعتها كل شوية نضيف منها، لما نحس ان الفرخة نشفت هنحط على الوش. اتمنى الروتين بتاع النهارده ان شاء الله يعجبكم، وانتظروني في روتينات قوية جدا. وهنا بقى يلا شايفين الفرخة بتاعتنا جميلة ازاي. الله اللهم بارك. اهي بدأت تلون معايا، وهقلبها كمان على الجزء التاني. ممكن ما تهويش على طول، سيبيها كده بقى تاخد راحتها في السوا عشان تطلع مستوية معاكي، ما تهويش طول الوقت، يعني كل شوية كده ودلوقتي هوريكم شكلها النهائي، بجد طالعة تحفة جدا ومستوية. اهم حاجة ان انت تكوني مشرحة فيها كده شوية عشان التتبيلة تدخل والبصل يدخل، والصوص اللي احنا بنحطه ده على الوش ده يظبط الكلام. وبألف هنا وشفا. جميلة جميلة جميلة. وهبتدي ان انا اخرجها بقى واحطها في الاطباق. هنا كده هنحط لها، بس هنرص بقى كده، بما انه يوم غير عادي فهناكل في البلكونة يعني. هنحط الشيبسي ده كده بس عشان نحتفل بيها، عشان دي مش اي حد، ما ينفعش تنزل على الطبق مباشرة، يعني دي تنزل كده على شيبسي، تنزل كده على رز، لكن تنزل كده على الطبق كده سادة لا، حرام والله، ما يجيش على سعرها. تمام يا بنات، وهبتدي بقى ارصها، وربنا يرحمنا من الغلا اللي احنا فيه ده، ويوسع على البيوت كلها اللهم امين. وقولوا لي رايكم في الفرخه المشويه، وتفضلوا معانا. ادي السفره وجمالها، وشويه رز اصفر بقى حلوين قوي، وشويه طحينه كانوا حبه صغيرين الموجودين فعملت على قدهم. وخلاص خلصنا.